يا ترى ايه الخطوة اللي هتعملها لو عرفت ان كل خطواتك هتنجح فيها، ان كل خطواتك اللي هتقوم بيها هتتوفق فيها؟ ايه الاجراء والخطوة والقرار اللي هتقوم بيه لو عرفت تاني ان كل قرار هتاخده هيكون مصيره انك نجحت؟ خليني اقول لك ان دي الحقيقة اللي هتحصل معاك، لان اي قرار واي خطوة هتخطوها وهتمشي فيها وهتبدأ تنفذها من مجرد فكرة في عقلك تتطاير مع الاحلام والذكريات لانها تبقى واقع. لو نجحت هتبقى عززت ثقتك بنفسك، لو فشلت بمسمى الناس فصدقني انت ما فشلتش، طول ما انت بتتعلم من كل خطأ اخطأت فيه وعرفت كل باب مقفول، علشان دي هتكون في حياتك نجاح، لانه اصبح في رصيد كبير جدا اسمه رصيد الخبرة. فتعلم ان كل خطوة هتخطوها فانت ناجح، يا ناجح يا ناجح انك حققت اللي انت عايزه، يا ناجح انك اكتسبت كورس خبرة من الحياة. الاهم ما تكررش خطأ مرتين، ويلا توكل على الله، عشان في حاجات كتير جدا فاتت نويت عليها وما عملتهاش وقررتها بس ما خدتش خطوات. خد خطوات لان حياتك مرة واحدة بس مش هتتكرر تاني. واستمتع برحلة حياتك وعيشها على مقاسك، وعيش الدور اللي انت جاي الدنيا عشان تعيشه، لان مفيش حد اتخلق منك نسختين عشان يعمله، زي بصمة ايدك ملهاش نسخة تانية. صدقني الندم الحقيقي مش في المحاولة، الندم الحقيقي في عدم المحاولة. ندمنا على قرارات اخدناها اقل بكتير جدا من ندمنا على قرارات كان المفروض ناخدها وما خدناهاش.